اسمحوا لي دقيقة واحدة باش نكملها. نقول في وقت اللي مش الثورة برك، مش الدولة نتاعنا برك، المجتمع نتاعنا يتعرض لأخطار تهدده في تركيبته، في سلوكه اليومي، في لباسه، في كثير من الأشياء. تونس متشبثة، الشعب التونسي وحتى الجيل الجديد بالهوية نتاعنا، والهوية هو شيء أساسي. شوفوا هالانتفاضات والانقلابات اللي وقعت في ال20 سنة الأخيرة في أوروبا، في روسيا، في يعني البلقان، انهيار الاتحاد السوفيتي، انهيار يوغوسلافيا. من ايش الانهيارات؟ مش في خلافات في المذهب نتاع تيتو ولا المذهب نتاع ستالين، خلافات في خصوص الهوية. الشيء اللي وقع في البوسنة نتاع والهرسك، الشيء اللي وقع في كثير من البلدان نتاع أوروبا، انفجرت وانقطعت على خاطر التمسك بالهوية. الهوية عندها شيء أساسي في حياة الشعوب. ولو يكون إنسان تونسي هوني، قلت له مكنار مرة تعاركت مع واحد، قلت له تلقاه إنسان يكفر وما يعرف حتى شيء، وقت يشوف جنازة متعدية يمشي ويحط كتفه للنعش باش يهزه، وما يصومش في رمضان، لكن يجي في داره ويعمل العشاء تاع على خاطر الهوية الإسلامية العربية. هذا بدون ما نطول عليكم أنا أكبر، بحيث يلزمنا نكونوا واعيين بالمخاطر اللي تهدد البلاد نتاعنا حتى في هويتها. الإسلام الوسطي، الإسلام الوسطي نتاع القاضي سحنون ونتاع ابن الأغلب ونتاع كل ثم مئات السنين يتعدت عليها، وتونس كانت تصدر النظريات الوسطية، وعندها ناس اللي هم ضلعوا في الفقه في الشرع الفرعي. تونس طبيعتها ما نلزمش ثم مخاطر تهدد هذا، ما يلزمش نخرجوا من الهوية نتاعنا ومن الطبع نتاعنا ومن شخصيتنا. وهنا مثل هذه الفترة اللي قاعدين نعيشوا فيها مع الثورة تحل الأبواب نتاع البلاد، يدخل فيها اللي يجي. فما ممكن تو إمكاننا باش كان ثم ناس جايين مش بنية الاستخبار برك وياخذوا في الأخبار ايش قاعد يقرأ كذا، لا، نية العمل في وسط البلاد ويأثروا فيها على الناس، ويحب يكون عندهم دور في كيفية الثورة كيفاش باش تقع. هذا حبيت نقول لكم بكل أخوة بكل صراحة، واسمحوا لي اللي كونه ضاق صدري، لكن في هذه المرة انطلق لساني. والسلام عليكم ورحمة الله.